السلام عليكم خياتي، مرحبا بكم في قناة مطبخ قصي. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفة جديدة، وصفة حلوة معسلة اللي هي الجلجلانية. توالم لافراحكم، توالم للاعراس، تجي بالشن والطبع. مقاديرها بسيطة غير مكلفة، في نفس الوقت تقطع كمية ما شاء الله اكثر من 35 حبة، وما تاخذش وقت طويل في التحضير تاعها. بلا ما نطول عليكم نمر نشوفوا مباشرة مقادير الوصفة. اول شي بسم الله، لهاد الوصفه نحتاجو 250 غرام مارغرين تكون طاريه. نحتاجو ايضا حبه بيض وصفار، نحتاجو رشه ملح مع ملعقه لافاني، كاس الا ربع سكر ناعم، وكاس يكون معمر مليح كاوكاو محمص ريحته رقيق، مع نص كاس جلجلان اللي ما رحيتوش. اول شي في غيسيبيون نحط الزبده نتاعي ولا المارغرين، هنا من الاحسن تكون طريه بدرجه حراره المطبخ. نحط معاها حبه بيض زائد صفار، ونحط مغرفة تكون معمرة مليح لافاني، ونحط رشة تاع الملح، نزيد عليهم كاس الا ربع سكر ناعم سكري غلاس، ونضرب مليح بالفوي، ولا تقدروا تستعملوا الباتر ولا تقدروا تخدموا بيدكم. المهم خدموهم مليح حتى وين تتحصلوا على كريمة، قوام كريمي ينسجموا كامل المكونات مع بعض. نبقى نضرب فيهم حتى نشوف القوام تغير لي وثقال، ونسجموا لي المكونات. نضيف عليهم الكاس تاع الكاوكاو اللي كنت حمصته، ما تحمصوهش بزاف لانه حيزيد يطيب وريحته رقيق، ونزيد نص كاس تاع الجلجلان اللي خليته هكذاك ما رحيتوش، ونضربوهم كل شيء مع بعض. بالنسبه للفارينه حسب الحاجه، مع ملعقه خميره، خميره الحلويات مغرف تكون معمره مليح. انا كيما عودتكم راح نعبر لكم بالكاس اللي يرفد 220 مليلتر. حطيت الكاس الاول وحطيت عليه الملعقه تاع الخميره الكيميائيه، ونبدا نخدم بيدي نضم في العجينه. كيما راكم تشوفوا هنا بديت نحط في الكاس الثاني، نبدا نحط في الكاس الثالث. لاحظوا شحال خذات لي الفارينه. بالنسبة للزبدة ولا المارغرين لازم تحطوها تكون بدرجة حرارة الغرفة ولا درجة حرارة المطبخ، يعني تخرجوها من قبل من الفريجيدار. لاحظوا هنا استعملت 3 كيسان وزدت ملعقة. شوفوا قوام العجينة. العجينة نتاعي راح نحطها في كيس بلاستيكي هكذا ما تنشفليش، ونخدم بالجزء فقط، والجزء الآخر نخليه في الكيس. هنا حطيت كيس غذائي ولا كيس بلاستيكي، نحط جزء من العجينة ونعاود نغطيه بكيس بلاستيكي، ونحلها بالحلال سمك ما يكونش رقيق بزاف. نحل العجينة تاعي جيدا، ننزع الكيس من فوق، ونشكل العجينة نتاعي. هنا شكلوا بالشكل اللي حبيتو نتوما. انا اخترت شكل مثلث، تقدروا ديروها قلوب ولا مربع ولا اللي حبيتو نتوما. بالنسبه للسمك ما ترقوش العجينه بزاف. دوك تشوفوا انا كيفاش درت السمك، يكون شويه تكون شويه خشينه الحبه. ننزع الاطراف. بالنسبه للاطراف نعاود نطمهم ونخدم بهم عادي، فقط نوضعهم في كيس بلاستيكي ونطمهم ونخدم بهم. هنا الحبه نتوما واش حبيتوها تكون كبيره، يعني ديروا السمك مرتفع، ولا حبيتوها تكون عادي كما انا درتها انايا متوسطه. ننزع كامل الحبات ونطم باقي العجين. هنا ما تعجنوهاش، فقط طموها. من جهة أخرى جبت بياض البيض اللي كنت ضربته شوية، ونجيب الحبة نتاعي ندهنها كامل بالبياض هكذا كمية مليحة في الأطراف، مباشرة نرمدها في الجلجلان. هنا بالنسبة للجلجلان حمصوه شوية برك، يعني تحميصة خفيفة فقط، واحد 2 إلى 3 دقائق ما تفوتوش.
لانه حيزيد يطيب وراح يزيد يتحمر. يعني لو كان تحمروه بزاف وتزيدوا طيبوه يتحرق لكم ويجيكم مر في الذوق تاعو. لا انا حمصوه غير شويه ومباشره نرمدو فيه. في نفس الوقت ما تخلوهش اخضر وترمدو فيه خضر، لا لا ما يجيكمش بنين. هكذا نرمدها مليح كامل في الاطراف ونحطها في ورق الطهي. بالنسبه للفرن شعلته على 170 درجه، نخليها تطيب لي من التحت. كي طيب لي من التحت نشعل عليها من الفوق تتحمر لي شويه فقط ونحيها. لاحظوا هنا بعد ما طابت شكلها جا شباب، خليتها تحمرت شويه فقط. مباشره وهي سخونه رايحه نعسلها. فقط نصيحه، كي ديروا لها الجلجلان فوق بياض البيض انفضوا هذاك الجلجلان نحوه كامل اللي يكون زايد من الفوق ما يكونش لاصق. انا خليته هنايا العسل تاعي تعمر لي بالجلجلان، يعني هذاك اللي كان ما كانش لاصق طاح لي في العسل. لاحظوا هنايا نتوما انفضوها مليح قبل ما تعسلوهم. بالنسبه للعسيله ما ضفت لها ولا شيء ولا اضافات، مباشره الحلوى سخونه والعسيله بارده عسلتها. بعد ما عسلتها وقطرت لي مليح كتزيين اخير هنا عندي كميه من الجوز محمص حطيته فوق الغلوكوز اللي كنت ذوبته سخنته شويه، وراح نزين فوق الحبه تاع الجلجلانيه. كما تقدروا ديروا حبه جوز ولا تخلوها هكذاك راح تجي شابه كما تحبوا نتوما. نكمل نزينها كامل بنفس الطريقه نوريها لكم في طبق التقديم. لاحظوا هنايا بعد ما زينت الحلوى تاعي درت لها فوق الحبه تاع الجوز ورق ذهبي غذائي عطالها شكل بزاف شباب. لاحظوا طات لي كميه ما شاء الله كما قلت لكم اكثر من 35 حبه وجات شابه بزاف تذوب في الفم ومعسله للقلب. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. حنقسم لكم تشوفوا كيفاش جات طريه وجات معسله حتى للداخل، جات تتفتت. لاحظوا هنايا نقسم لكم بيدي، شوفوا كيفاش جات تذوب. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. واذا عجبتكم ما تنسونيش بجام وبارطاجيو الوصفه مع اصدقائكم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.